عظم الله أجر أسر الشهداء اللي توفوا الأسبوع الماضي في الزلزال، الله يرحمهم إن شاء الله ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته، والله يشفي المصابين إن شاء الله ويقومهم بالصحة والسلامة. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. معكم أخوكم عبد الله أو إكس مسح، واليوم رجعت لكم بمقطع جديد. مقطعنا اليوم بإذن الله راح يكون ترتيبات بسيطة في المزرعة. عندنا هالأشياء الزايدة من الأفكار والمقاطع والسلاسل اللي راحت، هذه ما راح نطلها، راح احتاجها، راح يجي لها وقت، بس كذا شكلها ما أعجبني. إيش رأيكم أنتم؟ كذا شكلها زين، هي طايحة كذا. أحس لما يجوني ناس يسوون زيارة ولا يسيرون علي تشوه بصري، والله العظيم تشوه بصري. فقررت إني أسوي لها أرفف بحيث إنها تحفظها من المطر. يعني هذا كله حديد، تخيلوا الفترة اللي راحت جاء أمطار وزي كذا فتصدي. فقررت إني أسوي مكان يضف هالأشياء الزايدة هذه. راح يجي لها حاجة، يعني أحيانا تجيني فكرة يصير ينقصني شيء أحصلها هنا، أخذها من هنا، زي المدخنة أو مشب النار اللي أنا سويته. في بعضكم قال لا البرميل ما كلفك، مشب النار ما كلفك 15 ريال، كلفك أكثر. البرميل اللي شريته ب15، أما الباقي هنا حديد، شوفوا كل هذا كله حديد. فقررت أسوي له أرفف بحيث إني أحطه هنا. شوفوا هذه مظلة السيارة، بحيث إني آخذ نص متر أو 60 سنتي من هنا، أخذ 60 سنتي من هنا، خلاص يصير هذا حد الأرفف من هنا إلى هنا، ويكون طوله 6 متر إلين هناك. يعني هذا كله يصير زي الأرفف. راح يكون فيه 3 أرفف، 1 2 3، يعني واحد راح يكون للحديد كامل، واحد راح يكون للخشب، والثالث للبلاستيك. يعني راح أضبطه يعني بحيث إنه يشيل الأغراض اللي هنا كلها. طبعا هذه الأغراض اللي أنا جبتها، أنا عندي هنا حديد، راح أخذ من الحديد هذا، وجبت حديد زيادة، حديد إضافي، بحيث إني أسوي الأرفف هنا. وجبت الشبك هذا راح أقصصه تقريبا بطول 60 سنتي، راح يكون على الأرفف نفسها. فالحين راح نبدأ، أقول بسم الله. قبل لا نبدأ المقطع، إذا أنت جديد على القناة أتمنى تشترك بالقناة وتفعل الجرس علشان توصلك شعارات المقاطع الجديدة. ترى 3 مليون مشترك، ترى ما عاد باقي عليه شيء، بإذن الله راح نوصلها وأنتم قدها. ولا تنسى تضغط على زر اللايك. اليوم الأول الحمد لله والشكر، هذا اللي قدرت أسويه. تعالوا نشوفه. خلصت الأرفف بالكامل، عندنا 3 أرفف مثل ما تكلمنا. هذا الأول، وهذا الثاني، وهذا الثالث. طبعا الحسبة طلعت غلط، صار ال3 شبوك هذه تركب على الرف ذا لحالها، بس يعني لازم أجيب هنا 3 وهنا 3. يعني اليوم لازم أخذ القلص معي علشان أحمل شبوك مثل هذه، أجيب تقريبا 6 حبات نفس كذا علشان أركبها على الأرفف. بكرة بإذن الله نقدر نقول إن شاء الله أن نقدر نركبه، بعدين نرشه عازل ضد المويه.
اليوم الحمد لله انتهيت من الرفوف بالكامل، اللي هي حطيت الشبوك ودعمتها بذا بالرميات اللي هنا. شوفوا اللحام. طبعا في البداية كنت حاط واحدة في النص، فشفت ان الشبك ما راح يجلس زين، فقلت احط واحد هنا واحد هنا، وكذلك الثاني هنا، واحد هنا واحد هنا. هذه اثنين خلصتهم، الثالث هناك راح نشوفهم الحين. قبل شوي وانا اشتغل جاني هواء قوي، كان اللي مثل هذا الثالث اللي هناك كان هنا جاء غبار وهواء قوي. شوفوا السوافي كيف تتجمع. تشوفون السوافي؟ هذه المشكلة اللي أنا أعاني منها، لأن الجهة هذه فاتحة. شوفوا هناك كملت تقريبا إلى هنا، الجهة هذه فاضية ما فيها شيء، فالهواء الحين جاي كذا، فالسوافي بدأت تجي من هنا. هذه مشكلتي مع السوافي. شوفوا هذه السوافي. طبعا حطيت تجربة، أنا في شغلي مفروض اني يشتغل 2 3 4 اشخاص يشتغلونه، انا اخترع ناس يشتغلون معي اللي هم هذولا. شوفوهم، هذا شخص يمسك لي من هنا وهذا شخص يمسك لي من هنا. انا اجي احط الرف اللي هناك، اجي احطه هنا مثل كذا. شوفوا يمسك لي، يمسك هنا ويمسك هنا، كذلك اللي هناك نفسهم. هذه حطيتها بس الحين قاعد اجرب، جليل خلاص بكره راح اركب الرف اللي من هنا واركب الرف الثاني اللي من هنا، وابدا اركبه من فوق خلاص، ونوقفه ونرشه دهان ويصير جاهز. الحمد لله والشكر، بالعزيمة والإصرار قدرت أسوي أكبر رف تخزين في المزرعة. شوفوا الأغراض اللي كانت هنا قبل وين، ما عاد في شيء. قبل كان فيه تشوه بصري، الحين لا خلاص، الحين الأمور تمام. تعالوا نشوف الرف اللي أنا سويته. ما شاء الله تبارك الرحمن. اذكروا الله وعطوني رأيكم فيه. 3 رفوف زي ما تكلمنا. طبعا خليت الرف اللي تحت هذا خليته للحديد، لأن الحديد يصير ثقيل مرة، فخليته تحت هنا. شوفوا شال الحديد كله. الرف الثاني هنا فاضي ما في شيء،
هنا الخشب معروف ان طواله تجي تقريبا 3 متر 4 متر ان طولت، يعني ان صارت طويله تصير 4 متر الخشب اللي انا اجيبها او اشتريه من المصنع. تمام. هنا راح استفيد منه في شيء ثاني. عندنا فوق حطيت فيها الاشياء اللي هي ليات تقطعه، يعني زوايد، ادوات سباكه، مواصير سباكه خليتها فوق لاني ما احتاجها الا قليل مره، يعني اللي فوق هذا خليت للشيء اللي ما احتاجه الا قليل مره. هنا سويت الفكره هذه، وش رايكم فيها؟ بدل ما تصير الادوات هذه طايحه في الارض وتصدي مع المطر وتخرب، خلاص في مكان يشيلها. طبعا الفكره هذه سهله مره، كل اللي تحتاجونه ماسوره سباكه تقصها بس 5 سنتي او 10 سنتي وتجي تحفر لها زي كذا. يعني مثلا الحين انا اذا بغيت اطلع هذا كيف يا عبد الله؟ شوفوا، تشوفون طلعته. اذا بغيت ارجع خلاص اجي وافتح كذا واحطه ويمسك. طبعا حطيت هنا خرم علشان ادخل المسمار اللي داخل واربطه، هذا هو شوفونه. مثل ما شفتم فكرة بسيطة، بس يعني قدرت اسوي شيء حلو مرة، بحيث ان الاغراض خلاص تصير ثابتة هنا، ما اروح انطلع هناك واضيعها واروح ادورها، لا خلاص هنا مكانها ثابت. اجي اخذها اشتغل بها ارجعها مكانها، يعني ما اخليها هناك، لا ارجع مكانها بحيث اني اذا بغيت يوم من الايام اجي احصل كل شيء جاهز عندي. الحمد لله انجزت المهمة وكانت سهلة نوعا ما. الصعوبة اللي واجهتها لما انقله من هنا واحطه هنا، وش سويت؟ حطيت خشب، احط الحديد فوقه، اسحبه يمشي معي على الخشب، اجي احط خشب مرة ثانية وامشي لين دخلته كله هنا. وصلت معكم الى نهاية المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسون اللايك والاشتراك والنشر، اسخ رابط المقطع وانشر لكل اخوياك في كل برامج التواصل الاجتماعي. كان معكم اخوكم عبد الله او اكس مسح، اشوفكم في المقاطع الجاية، سلام عليكم.